المعلق فقط لا غير هو من ينقل الصورة بصوته إلى الملايين، ومن ثم أنا لا لي دور على الإطلاق لو الأهلي كسب أو الزمالك كسب. لكن خليني أقول لكم بوضوح من خلال المباريات القمة وما أكثرها اللي أنا علقت عليها بفضل الله، مفيش مباراة الأهلي لعبها مع الزمالك وما كانش يستحق إن هو يفوز وفقا للمستوى الفني. إذا القصة مش قصة معلق. يعني لو أنا علقت للزمالك يوم الماتش اللي هو كسب، على فكرة الماتش بتاع الكاس ده هم طلبوني إن أنا أعلق وأنا اعتذرت، الماتش اللي الزمالك كسب فيه 2-0 أنا اعتذرت يوميها، ما كان عندي ظروف فاعتذرت. لكن لو علقت كان الزمالك هيكسب لأنه كان أفضل. إذا القصة لا ترتبط بأن أنت وشك حلو أو وشك مش حلو. القصة ترتبط هل في مدير فني على المستوى؟ هل في لاعبين على المستوى؟ هل تم تدريبهم بالشكل الجيد؟ هل تم وضع تشكيل بالشكل الأمثل؟ هل أدار المدير الفني المباراة وفقا لعبقرية التدريب والتغييرات؟ هو ده السؤال. لكن أنت جاي الدنيا دي كلها هتعلقها على المعلق وشه حلو أو وشه وحش؟ لا والله خالص. يعني من 2004 يا جماعة لغاية النهاردة الزمالك كسب الأهلي 3 مرات فقط لا غير. أول مرة كانت الدور الثاني لو تفتكروا كان موسم 2003-2004، دي كانت أول مرة. تاني مرة كانت إمتى؟ قولوا لي. الدور الثاني 2006-2007 كان 2-0 على ما أتذكر تقريبا يعني. والمرة الثالثة كانت تقريبا الموسم اللي فات اللي هي اللي أنا بتكلم عليها دي 2-0، لا أكثر ولا أقل. كل بقى دول أنا علقت عليهم؟ لا مش كلهم علقت عليهم خالص. لكن ده يعني 34 لقاء أقيم بين الفريقين، الزمالك قدر يكسب 3 مرات. يبقى قصة مش قصة معلق. أنا بقول ده ليه؟ مش عشان الأهلاوي، ما أنا طبعا أنا بتكلم على كل البطولات، دوري وكاس وأفريقيا وكله. أنا بقول الكلمتين دول مش عشان الأهلاوية، يسعدني ان هم يقولوا. وفي مره رابعه على فكره برضو عشان ابقى انا كلامي مظبوط بركلات الترجيح. اذا انا بقول الكلام ده مش عشان الاهلاويه يقول لك ده وشك حلو يا مدحت ومش عارف الكلام ده كله، اوكي شيء يسعدني ان هم شايفيني كده. لكن انا بقوله للزملكاويه اللي بيعتبروا ان انا معلق يبقى هم اتغلبوا. لا مش حقيقه يا جماعه، مش انا خالص السبب او اي معلق السبب هو فريقك ما كانش الافضل في هذه المباراه بوضوح، عشان ما حدش يعلق شماعته على المعلق. طيب احنا كان عندنا